انا بعرفها وبعرف فنها وبعرف نجوميتها في سوريا قد ايه، وبعرف انها موهبه كبيره جدا، مش متفاجئه من النجاح الكبير العربي بقى خارج نطاق الخليج، ان كمان في مصر كريس بشار بقى ليها جمهور عريق جدا بعد ستيليتو والدور الناعم الشرس اللي انت قدمتيه. اول شيء شكرا على هاي المقدمه اللطيفه اللي انت حكيتيها. سعيده انا جدا انه وصل اصداء المسلسل لمصر، انبسطت كثير انه الناس حبت وتابعت وتحملتنا 90 حلقه منهم قلال. شكرا كثير لكل حدا هيك انبسط او ما انبسط بالنهايه، يعني انه هي تجربه وحبينا هيك نسعد الناس فيها. شكرا لكم، شكرا كثير. يعني طبعا مسلسل كان فيه اكتر من امرأة واكتر من فنانة، كل واحدة ليها مكانة في الابداع. لما بيجتمعوا مع بعض والاربعه يحققوا نجاح كبير، وده صعب جدا لان لازم يبقى في واحده انجح من الثانيه، انما ان هنا نشوف الاربعه بقمه النجاح والاربعه ابطال كل دور احلى من الثاني، ده حصل ازاي؟ هل بالحب بالكواليس ولا بالكتابه؟ بداية من الكاستنج والعمل، وكان خيار سارة دبوس حقيقة اللي هي المشرفة العام عن المسلسل. لما بيكون كل حدا جاي بمكانه، كل حدا عارفان شو الكاركتر اللي هو بده يعمله، وزائد علاقتنا نحن برا بالكواليس كأصدقاء، نحن كنا كل الوقت مع بعض، كنا منسجمين، كنا دائما نتشارك الرأي، شو رأيك بعمل هيك أو بعمل هيك. هذا الحب حقيقة عمل هيك انعكاس كتير منيح لقدرنا نطلع بهاي النتيجة. ودائما هي فكرة البطولة الجماعية لما يكون الكل موافق على شكل المشروع، هو هيك شكله، هو بطولة جماعية، فهذا واحد من أسباب نجاحه، إنه كل ممثل وكل ممثلة كانوا محطوطين بمكانهم الصحيح. قصة الحب اللي بينك وبين قيس أو كريم في العمل والجمهور كان بيستناها وكان سعيد بيها، دليل على إن الجمهور عايز منك أعمال رومانسية؟ بعتقد إيه، جمهورنا العربي كله بعتقد يعني أو أغلبه متعطش إلى الحب والرومانس، خاصة إنه نحن محاطين بأجواء بطل الناس مسترخين، عنف وضرب، وعم نميل أكثر لنقلد أعمال يمكن ما يسمى الأكشن والحروب، وفي شيء كمان أحيانا بيكون من واقعنا، فنحن مضطرين كدراما إنه نعكس هذا الواقع. فاجا ستيليتو هيك او شخصيه ألما وكريم كانوا عباره عن استراحه للمشاهدين هيك لحتى يسترخوا، لحتى يرجعوا يعيشوا اجواء حب، اجواء رومانس، ومشان هيك قدروا هدول الشخصيتين يأثروا بالناس. يعني أنا الأوان بقى نشوفك في عمل في مصر، يعني داخله مصر بجماهيريه كبيره جدا اللي انت كنت منتظراها وكنتيش راضيه تدخلي الا لما تدخلي بتقلك. ان شاء الله اكيد بتمنى، بالعكس وبيسعدني، يا ريت اني يكون بين اهلي بمصر، الا ما يكون في هيك مشروع اقدر انا اعمل منه شيء. ان شاء الله ناطره هالفرصه. في انتظارك يا حبيبه قلبي، تنوري. والتألق والفستان الجميل ده تقول لنا مين بقى؟ ديزاينر سوري اسمه الياس ريجا، انا دائما بشتغل معه، بحب كثير